البارح في الوسط ديال الظلام والناس ناعسين وقع داكشي اللي ما توقعو حتى شي واحد. تحركات الارض لواحد اللحظات اللي قليله، لحظات اللي كانت كافيه باش القلب يخفق والرعب يتسلل البشر في وسط الليل. زلزال جديد ضرب المغرب والناس في مدن مختلفه حسوا بهذا الزلزال. واحد اللحظه اللي كتعطيك احساس بانك صغير قدام القوه ديال الطبيعه. ولكن شنو وقع بالضبط وشنو الرساله اللي ممكن نفهموها من هذه الهزه الارضيه؟ بقاو معايا لان اللي غادي نكتشفوا اليوم يقدر يبدل نظرتكم للحياه. ولكن قبل ساعدنا بالاشتراك في القناه وخلي الاعجاب بالفيديو على بركه الله. مع 11 و48 دقيقه بالضبط انا بغيت نعس، يلاه متكي هكايا كنشوف التليفون انا والزوجه ديالي، فاذا بالبلافون كيتهزز والدار كتمشي لهذاك الماريو وكلشي كيتهزز، الماريو كيمشي ويجي، الماريو سارت في الباب كلشي كيتهزز. انا كنقول شاد شي قالت لي المراه شاهد راه زلزال. المراه بقات كتشاهد، انا بقيت غير مصدوم واقف كنشوف قدر الله. مع 11 و 48 دقيقه كنحس انا بالدقديق هنايا. المهم والكونطوار مشاوجه ما عرفتش شنو كاين في اخر المطاف من الاخر هذا كنسيب الدنيا عامره هنا بعباد الله. خلوا الزلزال ما الزلزال، ما داكشي ديال الله الحمد لله. على الساعه 11 و 48 دقيقه ديال الليل الارض اهتزت بزلزال قوته 5.2 درجات. ضرب القصر الكبير وكان عميق بحوالي 20 كيلومتر تحت الارض. الهزه حسوا بها ناس من العريش، شفشاون، قنيطره، الرباط، فاس، مراكش، الدار البيضاء وحتى اسفي. 5.2 فعلا المريشتان. البؤره حددت في جماعه بريكشا اقليم وزان. هزه وحده حسوا بها كاع شمال المغرب، من الرباط حتى لطنجة، تطوان، عرايش، تقريبا المنطقه كلها. احنا في 5.2 اقل دونك ما يكونوش لي ديكا بحال الحوزه. يمكن انا الديور قدام يداروا فيهم بعض التصدعات. تصور معايا كتنوض مفزوع وسط الليل والحيط كيهتز، الفراش كيتحرك والدنيا كلها كتقلب فجاه. هاد اللحظه اللي كل شيء فيها كيبان بلا قيمه، لا المال لا الممتلكات لا الشهره لا السلطه. الارض كتحرك وانها بغات توصل لينا شي رساله اللي واضحه. هذه ماشي اول مره في المغرب تعرض لهزات ارضيه كترجع بزاف. 2023 زلزال الحوث كارثه هزت البلاد وخلقات كسائر كبرى، وقبلها كان زلزال في الحسيمه وحتى الناظور، زلازل اللي كانوا مدمرين. واليوم زلزال جديد ورساله جديده. ولكن علاش المغرب كيتعرض بزاف لهاد الزلازل؟ كتكون كتحلم بالمستقبل، كتحط مشاريع، كتكافح على الرزق، وسط كلشي الارض كتحرك تحت من رجليك، كتحس بالعجز، بالخوف، بالضعف، بانك مجرد نقطه صغيره في هذا الكون. هنا خاصك تسول نفسك فين كاين الامان الحقيقي؟ واش الحياه اللي كنعيشوها غادي تخلينا نواجهوا الموت وبلا ما نخافوا؟ واش حنا مستعدين ولا غافلين؟ الزلزال كيجينا بلا سابق انذار، ولكن علاش حنا ديما كنعيشوا وكاننا غادي نبقاو فيها للابد؟ الزلزال ماشي غير هزه في الارض، هزه في القلوب، العقول. ما كاين لا امان في الدنيا، لا فلوس، لا بيوت، لا ممتلكات، لا سلطه اللي غادي تحميك. الامان الحقيقي كاين في الايمان، في الاعمال الصالحه، في العلاقه القويه مع الله تعالى. الدنيا قصيره واليوم الا انت فوق الارض غدا تقدر تكون تحت منها. واش انت مستعد للقاء ديال الله تعالى؟ البارح كان مجرد انذار، ولكن شكون يضمن ان المره الجايه ما تكونش الكارثه الكبرى؟ اليوم فرصه ليك وليا. اليوم عندك وقت باش تبدل حياتك. اليوم ممكن تراجع الاوراق ديالك وتراجع الاولويات ديالك قبل ما يجي النهار اللي غادي تندم فيه وما تلقاش الوقت باش تراجع دوك الاوراق اللي فاتوك. الزلزال يهز الارض ولكن الاهم هو واش هز القلوب، واش فاقوا الناس اللي كانوا غافلين، واش فاقوا الناس اللي كانوا ناعسين، ولا غادي نرجعوا لحياتنا كيف ما كان في الاول بحال الا ما وقع والو. في الاخير اللهم احفظ بلادنا واهلنا من كل شر، ورزقنا العبره قبل المصير والهدايه قبل الندم. إلا حسيتي بأن هذه الرسالة ولا هذا الفيديو فيه رسالة مهمة، حاول تبارطاجيه مع أصحابك
بارطاجي مع الناس اللي قراب ليك، لان الوعي هو اللي غادي ينفعنا لا في الدنيا ولا في الاخره، خصوصا في هذه اللحظات الحرجه. كان معكم ايوب بنان، شكرا لكم بزاف على المشاهده، نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، خليت لكم الراحه، السلام عليكم.